بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. النهاردة ابتدينا نروح لتلاجة كريازي، تلاجة ديفروست. العميل بيشتكي انها قطع معاه تبريد خالص، ما بتبردش فوق ولا تحت. فروحنا كشفنا على التلاجة وبصينا عليها، لقينا فعلا ما فيهاش تبريد ولا اي حاجة فيها. فروحت ورا عند الموتور كده، بصينا على الموتور لقينا ان فيه سدد. فانا شكيت ان يكون السدد في الكابيلاري ده. لقيت الكابيلاري سالكه 100. فلما قطعنا من ورا الفلتر لقيت الشحنة خرجت معايا والدنيا تمام. فبصوا الفلتر قطعته لقيته عامل ازاي من جوه. شايفين الحبيبات السلك جل عاملة ازاي، والوساخة والرطوبة عاملة فيها ازاي، ما بتتكسرش يعني. قافلة خالص على الغاز كله متكوم هنا في الشبكة ديت. فلا قدر الله لو العميل اصلا ما كانش بيفصل الموتور ده وكل شوية ويجرب ويفصل ويجرب، كان الموتور ده كان ممكن يتحرق لو سابه شغال على طول. لكن الحمد لله من حسن حظه ان الموتور ما اتحرقش، وربنا يسترها عليه بسبب الفلتر اللي مكتوم ده سببه يكتمه ايه؟ ده سببه ان اللي جه شحن التلاجة ما نضفش التلاجة كويس من الرطوبة والشوائب اللي فيها، وما تأكدش ان الشبكة ديت ما فيهاش زيت. لان كل ده سببه نطر زيت، بينطر زيت كده في الشبكة، فبيعمل رطوبة وبيعمل سدد في حبيبات السلك جل ديت، زي ما انتوا شايفين عملت ازاي والفلتر عامل ازاي. فاللي عنده تلاجة بايظة بيشتكي منها او فيها ضعف تبريد او فيها اي مشكلة، ياريت يتصل على 010-33-790. معاكم ماهر الفلسطيني لإصلاح وصيانة الثلاجات والديب فريزر وغرف التبريد. ياريت تخش في التعليقات تكتب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، وتدعمنا بلايك او تعليق جميل كده لو بتستفاد منا بأي معلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.